بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم إخواني أخواتي، كي دايرين نتوما؟ هانين، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفات سعاد. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم مملحات بعجين مورق السريع. هاد المملحات بعجين مورق غادي نخرج منهم جوج ديال الاشكال، شكل حلو وشكل مالح. بيتزا بعجين مورق كتجي زوينه ورائعه ومقرمشه وكتجي سهله حتى في التحضير، وغادي نبسطها لكم ان شاء الله وغادي نخليها سهله باش تجيكم سهله. كتجي رائعه. الشكل اللي عمرته بالشكلاط، وكاين الشكل اللي عمرته بالجبن جبلي، وهادو اللي عمرتهم بحشوه. المهم انا غادي نوجد معكم العجينه البنات، والحشوه كتبقى الاختيار ديالكم وانتم اللي غتختاروا الحشوه باش غادي تعمروا. دابا ان شاء الله غادي ندوزو المكونات والطريقه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. عندي هنا كيلو ديال الطحين، يعني استعملت انا الدقيق الممتاز، وكنضيف له 2 معالق ونص ديال سكر سنيده، ونص كاس ديال زيت النباتيه ولا زيت الزيتون حسب داكشي اللي متوفر عندكم. كنزيد واحد نص معلقه ديال الملحه، ضروري ديروا الملحه البنات. عندي هنا 3 ديال المعالق ديال الخل. هذا الخل هو اللي كيخلي العجين ديالنا او مملحه ديالنا كيجيو مقرمشين ورائعين بزاف البنات، ما تتصوروش كيفاش تيجيو. هاد العجين غادي تاخد لي 3 الكيسان ديال العنبه بالضبط. كيخص العجين تجي واقفه، ما يجيش العجين رطب وما يجيش قاصح. ضروري العجين خص تكون شاده راسها باش فاش نعجنوها بالزبده ما تطلقش لينا وما تجيش جاريه، وباش نغلبوا عليها وتعطينا الطوع. هانتوما البنات كما تشوفوا هنا 3 الكيسان د العنبه باش عجنت هاد العجين. هادي كناخذ الزبده ديال التوريق، انا كنستعمل اطلس، كنطلقها مزيان بهذا الشكل هكا بالدلاك باش كتجيني مع الحجم ديال العجينه. هانتوما ضروري الزبده تكون بحراره الغرفه او بحراره المطبخ، كلها شنو تيقول لها. دابا ان شاء الله غادي نجيب العجينه وغادي نحط فوق منها هاد الزبده هادي. هانتوما البنات العجين راه ما دلكتها ما والو، بمجرد ما كتجمعيها صافي كتحطيها وكتضيفي لها الزبده وكتجمعها، حيت مازال غادي نورقوها، مازال غادي ندلكوها بالدلاك. كنطلقها شويه وكنجمع عليها العجين من الجناب البنات بهذا الشكل هكا. غادي نجمعوا عليها الزبده مزيان ونحاولوا نطرقوها بالدلاك باش تشد الزبده راسها، باش العجين يتغلف مزيان على الزبده باش ما تخرجناش من الجناب. وضروري خصنا نبداو ندردروا الدقيق، نستعنوا بالطحين ولا الدقيق باش العجين ما يلصقناش فوق سطح العمل. كنطلقوها المره الاولى بحال هذا الشكل هكا. انا درت فيها طبعه، يعني التور الاول ضروري كتعلميه باش تعقلي عليه. هذا التور الاول. نتوما البنات كتطلقيها مزيان وكتعاودوا تطوي الجوانب بحال الشكل المسمن، كطويها بهذا الشكل هكا وكتعاودي تطلقيها بالدلاك. انا زربت الفيديو هنا باش ما نطولش عليكم. ما حدنا كنطلقوها وحنا كنستعنوا بالطحين، ضروري تدردري الدقيق من التحت ومن الفوق. كنعاودوا نطوي الجوانب بهذا الشكل هكا كما تشوفوا. هذا التور الثانيه البنات. انتوما انا درت فيها 2 طبعات، كنغطيها ترتاح شويه ونعاود نطلقها. ضروري كنديروا لها 4 ديال التور، 4 ديال ليتور العجين المورق. هاد العجين المورق ديال المملحات كنديروا لهم غير 4 ديال ليتور. انا طلقتها مزيان وغادي نعاود نطويها الطويه الثالثه. هانتوما ردوا البال مزيان فاش كنطويها، الجهه اللي كرد عندي هي اللي كنطوي في الاول. هانتوما
دابا غادي نطلقها شويه ونعاود لها التور الرابع. هانتوما 3 ديال ليتون. دابا كملت 4 ديال ليتر. غادي نجمعها ونحشيها في الثلاجه ولا في كونجيلاتور واحد 10 ديال الدقائق حتى تتشد راسها مزيان، تترتاح مزيان باش تجينا سهله باش نكونوا كنشكلوا. من بعد ما درتها في الثلاجه 10 ديال الدقائق ولا في الفريغو كنجبدها. دابا غنقسمها على جوج. انتما البنات دابا قسمتها على جوج وغادي نردها للثلاجه ترتاح واحد شويه. غادي نحطها في بلاطو نغطيها بميكا ونخشيها في الفريغو ترتاح شي شويه. من بعد غادي نجبدها وغادي نشد النص الاول. غادي نبدا نطلقو بهذا الشكل هكا، غنطلقو مزيان. خص يكون السمك ديالو رقيق. هانتوما البنات كما تتشوفوا كنطلقوه مزيان. انا راه درت معكم المراحل، صورت معكم المراحل كامله باش تعرفوا كيفاش ديروا العجين المورق. هانتوما البنات شفتوا السمك ديالو كي داير. كنجيبوا هاد الطباعه هادي، كنجيبوا وحده كبيره وحده صغيره. هانتوما السمك ديال الدوائر ديال البيتزا. كنطبع الاولين والثانيين كنتقبهم من الوسط كما تتشوفوا. ضروري ما نديروا هذا الشكل هكا باش كتجينا طالعه ومورقه. كنطبعها كامله، كندير الصف ما فيهش داك التقاب، ما فيهش دوك التقبه في الوسط، والصف ما فيه باش كيجينا الحساب هو. كنجمع هذا الزائد ديال العجين كنديروه في بلاستيك غذائي وكنخليه يرتاح. كنجيب البيض ديال البيض كندهن البيتزات اللي داير اللي ما متقوبينش. من بعد كنبدا نحط فوق منهم بيتزات اللي درت لهم حفره في الوسط. من بعد ما كنسالي العجين ديالي كامل بهذا الشكل هكا غادي نستفو في اللاطه. وفي هذه اللحظه راني شاعله الفران على 240 درجه حراريه. كنجيبوا الصفر ديال البيض وكندهنوهم من الفوق. صفر ديال البيض بوحدو كندهنوهم بهذا الشكل هكا مزيان حتى كياخذوا لنا داك اللون الاصفر ديال العجين اللي بقى. وكنعاود نجمعها ونطلقها مزيان باش نكمل بها اللاطه ديال الفران، حيت مازال ما عمراتها البنات. خصني نعمرها باش عاد نخشيها في الفران. كنطلقها مزيان وكنعاود نشكلها بحال البيتزات الاولين. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره. دابا ان شاء الله غادي نحشيها في الفران وغنجيب النص الاخر نطلقه. كنطلق هذا النص بهذا الشكل هكا. كنجيب كنعبر الشكل اللي غادي نقطع باش نشكل منهم الحلو، الشكل اللي كنضيف له الشوكولات وجبن جبلي. دينا عجينه وحده البنات خرجت منها المالح والحلو. كنعبرها مزيان. كنجيب الشوكولات كنحطو في الوسط. كندير واحد الحربول ديال الشوكولات في الوسط بهذا الشكل هكا. وتقدروا توزعوه في العجين كامل. انا ما وزعتوش في العجين كامل، وفاش طاب خرج الشوكولات شويه من الجناب، ولكن ماشي مشكل. تقدروا نتوما توزعوه حيت كان الشوكولات يابس شويه حيت كان في الثلاجه. كندهن هاد الجوانب بابيض البيض. انا نسيت، عاد تفكرت طويت العجينه وعاد تفكرت بانني خصني ندهنو بابيض البيض باش يتشد راسو باش ما يتحلش في وسط الفران. ها انتم البنات بهذا الشكل هكا كنضغط عليه باش يشد راسو مزيان باش ما يتحلش في وسط الفران. كنجيب جبن جبلي وكندير حربول اخر في هذا النصف الاخر، النص الاخر ديال العجينه. وكندهنو بالبيض البيض. البنات ما غادي نختصر، ما غاديش نقوي عليكم الهضره، غادي نبقى نهضر على حسب الفيديو وشنو كيتضمن. كنجيب القطعه ديال البيتزا وكنبدا نقطعهم على شكل مثلثات بهذا الشكل هكا.
هانتوما البنات دابا غنصطفهم في لاطه اللي دهنتها، اللي فرشتها عفوا بورق المطبخ، ولا دهنيها بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوش. كندهنهم. هنا عندي بيضه كامله مخفوقه، هنا استعملت بيضه كامله وغادي ندهنهم من الفوق. من بعد ما دهنتهم مزيان بقات لي واحد شويه د العجين، شكلت منهم هاد الكرواسون صغار. هما البيتزا ديالنا من بعد ما طابوا في الفران. دابا غادي نعمرهم بالحشوه اللي كتبقى من الاختيار ديالكم، وغادي ندير فوق منها الفرماج، عاود نردهم للفران باش يتحمروا مزيان. هادو البنات هما طابوا، نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم، راه الشوكولاط خرج من الجناب، ولكن نتوما خصكم توزعوا الشوكولاط في العجين كامل، في النص التحتاني ديال العجين خصكم دهنوه كامل بالشوكولاط. هانتوما البنات هو التقديم النهائي ديال المملح والحلو ديالنا بالعجين مورق سريع، كيجيو زوينين ومقرمشين. نزينتهم بشويه ديال الخس ومطيشه سوغيز، كيجيو زوينين ومقرمشين. جربوهم، راهم ضروري تجربوهم، راه كيجيو زوينين وساهلين البنات. راه ماشي غير اللي عندهم تجربه او اللي خدموا في باتيسريات اللي كيعرفوا يصاوبوا هادشي، راه عجين مورق ساهل واي وحده تقدر توجدو.